السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفانا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم متابعين قناتي وقناتكم، قناة كل ما يخص ست البيت. مشاريع الطيور مشاريع كتير جدا. ممكن تتربي من الطيور مشروع البط، تعملوا منه مشروع الفراخ البياض، تعملوا منه مشروع السمان. مشاريع كتير جدا في مشروع تربية الطيور. في الفيديو ده هنتكلم عن مشروع تربية السمان. هقول لك كده على طريقة ناجحة تربحي بيها فلوس وتوفري أكل كمان لعيلتك. المعروف ان السمان طعمه حلو جدا في الاكل. السمان بعد الحمام على طول، يعني اذا كان الحمام طعمه حلو فالسمان بيجي بعده على طول. السمان ده مشروع مريح جدا، مشروع صحي. ناس كتير بدأت ان هي تتجه لتربية السمان. تربية السمان ما كانش زي الاول، يعني الاول ما كانش الناس بتربيه، كانت الناس كلها معتمدة على البط، الفراخ، الشرشير. لكن دلوقتي عاد في اتجاه ان ناس كتير عادت بتربي السمان. السمان اما بتجيبيه عمر يوم من اي تاجر وتحضنيه بقى يوصل للنضج الجنسي. لما بيوصل للنضج الجنسي النتاية بتاعت السمان المفروض ان هي بتبيض حوالي 300 بيضة في السنة. دي بتكون في السنة الاولى من حياة السمانة، يعني لو فضل السمان مشروع معاكي على طول السنة النتاية هتبيض 300 بيضة. لكن البيض بيقل شوية بقى في السنة التانية، بيبدأ يقل البيض شوية، بينزل كده لحوالي 15%. يعني ممكن البيض السمانة تبيض 175 بيضة. هي بتكون مستمرة في البيض على طول، طول ما هي موجودة عندك. السمان معروف يا جماعة، السمان معروف ان هو بيبيض بغزارة، يعني البيض بتاعه بيبقى مستمر على طول. طبعا في ناس حاولت ان هي تربي السمان مخصوص عشان البيض، لان البيض بتاع السمان له فوائد صحية كتير جدا. البيض بتاع السمان نسبة الدهون فيه اقل مقارنة ببيض الفراخ، يعني نسبة الدهون اقل بنسبة 2%. البيض كمان في دكاترة كتير قوي قالوا ان البيض بتاع السمان بيساهم في الوقاية من امراض كتير جدا. البيض بتاع السمان بيساهم في الوقاية من مرض ضغط الدم، بيساهم في الوقاية من مرض السكر. ده طبعا هيخلي الناس كتير تكون مقبلة عليه جدا. الناس اللي مهتمية بصحتها هتقبل على البيض قوي للفوائد بتاعته. يعني الناس اللي عندها ضغط، الناس اللي عندها سكر هتحاول ان هي تدور على بيض السمان علشان يستفادوا منه. ده بالنسبة لبيض السمان. لحم السمان بقى لحمه لذيذ جدا، لحمه مغذي. الناس اللي عندهم القلب والكبد الدكاترة بتوصف لهم السمان ان هم ياكلوه، لان السمان نسبة الدهون اللي فيه منخفضة جدا. فعشان كده الناس اللي عندهم ضغط او الناس اللي عايزة تاكل اكل صحي فالمفروض عليها ان هي تتجه للحم بتاع السمان او لاكل السمان. السمان المعروف ان هو ما بيحضنش بيض، يعني لو عندك بط بيبيض وينام على البيض، فراخ هكذا، وز هكذا، رومي هكذا. لكن مشكلة السمان اللي هو ما بيحضنش البيض بتاعه، فانت ممكن تاخد البيض بتاعه وتوديه حضانات كهربائية او تحطيه تحت فراخ نايمة على البيض كده. ده طبعا اما بتهتمي ببيض الفراخ ده اول خطوة مهمة في نجاح مشروع تربية السمان بالنسبة ليك. لان انت كده لما تاخد البيض بتاعه وتوديه فقاسة او تنيميه تحت اي حاجة نايمة عندك، ده هيكون مفيد جدا، لان انت كده هتكبري المشروع بتاعك. مش ان انت جايبة شوية سمان واول خلاص ما بيكبروا خلاص المشروع بينقطع. لا، انت مستمرة في تربية السمان، لان انت بتزودي من الاعداد اللي عندك. مشروع تربية السمان ده مشروع مربح جدا، مشروع سهل ان انت تعمليه. ممكن لو عندك بلكونة صغيرة ممكن تعمليه فيها، ممكن لو البيت بيتك على سطح البيت بتاعك. التسويق بتاعه كويس جدا. اول ما تبتدي فيه حاول ان انت تعملي دراسة جدوى تفصيلية.
للمشروع بتاعك، من اول ما تربي او من اول ما تعملي المشروع لغاية ما تبيعي منه. المشروع ده مربح جدا، مفيد جدا. بيض السمان كده، اللحمة بتاع السمان الناس يعني زي ما يكون كده زي الحمام بالظبط، ان انتي بتحشيه عادي، لكن مشكلة السمان ان الجلد بتاعه بيكون رقيق شوية عن الحمام. فالمفروض لو انت هتحشيه لازم تاخد بالك من الموضوع ده قوي قوي، عشان الجلد بتاعه ما يتهريش معاكي، لان معروف ان الجلد بتاعه رقيق جدا، فممكن الجلد يتهري معاكي. فعشان كده خدي بالك قوي وانت بتعملي وانت بتحشي الحمام، عفوا وانت بتحشي السمان. حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.